دليل جديد وبسيط بيثبت ليه الأهلي هو الأعلى قيمة من أي فريق مصري ومن غير فزلكة. بين بلاك اليوتيوبر العالمي المشهور اللي ليه فيديوز مع رونالدو وميسي ونيمار وشارك كمان في احتفالات مانشستر سيتي الأخيرة، كان مع كابتن سيف زاهر من كام يوم في مداخلة تلفزيونية. بين بلاك طالع في المكالمة بتيشيرت الأهلي وبيقول إن هو بيكلم إليسا بنت ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، قال لها إنه عارف الأهلي المصري وبيحبه، عشان كده إليسا دعته انه يجي ويحضر معاهم لقاء الفريق قدام حرس الحدود، واحتفل كمان معاهم بدرع الدوري. بين بلاك بيقول انه لف العالم كله وحضر ماتشات كتيره وكبيره واحتفاليات، بس بعد لما جه هنا وشاف جمهور الاهلي قال انه جمهور الاهلي هو الافضل في العالم. بين بيقول الكلام ده وهو احد مشجعي مانشستر سيتي المتعصبين للفريق، كمان قال ان الاهلي المصري بقى فريقه المفضل في المنطقه كلها. واحنا هنا مش عشان نفتخر بكل الكلام اللي بين بلاك بيقوله في حق نادينا، ولا كنا مستنيينه حتى يقول كده، لكن الكلام ده جه من باب التوضيح لفكرة احنا ليه بنقول ان الاهلي نادي عالمي وكل الناس عارفة قيمة الاهلي في العالم. يا راجل ده في البرازيل كانوا بيعايروا بعض بالاهلي. ودي رسالة صغيرة كده على السريع لشركائنا في الوطن اللي شايفين انهم اكتر شعبية ومعروفين في كل حتة ودايما بيطالبوا بالمساواة مع الاهلي من حيث القيمة السوقية والرعاية وحقوق البث والكلام ده كله. يا ريت بهدوء كل واحد يعرف